السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من دورة تعلم تابلو. إن شاء الله الفيديو ده هنكمل على اللي عملناه الفيديو اللي فات في الفيديو جيم سيلز داتا سيت. هنتكلم أكتر عن شوية تفاصيل في الرسومات البيانية المختلفة وإزاي نعمل تصور بياني كويس ونعمل مقارنات ما بين حاجات مختلفة، مثلا زي السيلز في نورث أمريكا أو أمريكا الشمالية ضد اليابان، مثلا ضد أوروبا، ضد الجلوبال سيلز أو السيلز العالمية كلها. هنتكلم عن شوية تفاصيل في الشكل بتاع الشارت بيطلع ازاي أو رسم بياني، وهنبتدي إن شاء الله مطرح ما وقفنا. احنا كنا الفيديو اللي فات كنا عملنا شيت أو يعني رسمة جديدة بتقارن السنين، يعني كل سنة كان فيها سيلز قد ايه، وعملنا فلتر كل بلاتفورم او كل حاجات مختلفة، يعني من الديفايسز المختلفة اللي ممكن يستخدمها الجيمر يعني. فممكن زي ما انتم شايفين كده ان كل شيت احنا ممكن الاحسن ان احنا نسميه، ودي حاجة يعني انا بحب اعملها على طول. الشيت الاول ده كان مثلا كان جلوبال سيلز على حسب الجنرا، فممكن نسمي الشيت ده كده جلوبال سيلز بير جنرا لكل نوع يعني من الجيمز. والشيت ده ممكن نسميه احنا بنحاول طبعا في تابلو ان احنا نخلي كل شيت يبقى رسمة منفصلة، يعني بحيث ان احنا لما نيجي نعمل لها داشبورد او نعمل لها لوحة قيادة يبقى الموضوع سهل بالنسبة لنا. فده ممكن global sales per year. طيب ممكن نعمل رسمة جديدة معانا، وايه اللي ممكن نقارن ما بينه؟ ممكن مثلا لو احنا عايزين نبص على الداتا سيت بتاعتنا دي، ممكن عايزين نقارن ما بين الجلوبال سيلز واليوروب سيلز. طب ممكن نعمل كده ازاي؟ ناخد اليوروب سيلز للروز، وممكن ناخد الير. طبعا كده كده لازم نستخدم حاجة من الدايمنشنز في الكولونز، وممكن نستخدم الير. هيجيب لنا الشكل العادي بتاع اليوروب سيلز. طب لو عايزين نقارنها بالجلوبال سيلز نعملها ازاي؟ ممكن نعمل كده، نضيف الجلوبال سيلز جنب اليوروب سيلز، كده هيظهروا الاتنين زي ما انتم شايفين كده، يعني قصاد بعض، يعني كل واحدة في رسمة منفصلة و... وشكل منفصل. وخلوا بالكم طبعا هنا تابلو واخد الصم يعني بتاع الفاليوز، يعني جامع كل سنة بيبقى فيها سيلز قد ايه في اليوروب، وكل سنة طبعا السيلز بتاعتها قد ايه في الجلوبال سيلز. طيب ممكن نعمل ايه هنا؟ ممكن نغير شكل الشيت ده ازاي؟ ممكن ان احنا نخلي الاتنين دول منطبقين على بعض. طب ازاي لو هما رسمتين منفصلين كده وعايزين نجمعهم على بعض، نخليهم يعني رسمة منطبقة على بعض؟ ممكن نعمل كده. هنلاقي المفروض ان في حاجة ليها علاقة ب دول اكسيس. هي دول اكسيس هنا هيظهر لنا ان الاتنين اتجمعوا على بعض، الاتنين اتجمعوا على بعض في رسمة واحدة. طيب هو دلوقتي خلي بالنا برضو من نقطة مهمة جدا، ان هو معتبر كل واحدة ليها واي اكسيس مختلف. يعني اليورو زي ما انتم شايفين بتبتدي من الصفر وبتنتهي عند ال200، والجلوبال بتبتدي عند الصفر وبتنتهي عند ال700. فمعنى كده ان الرسمة دي لو حد بص عليها حقيقي، طبعا اول انطباع هيجيله ان هما الاتنين متقاربين جدا في السيلز، لكن ده غير صحيح. لان هو لو جينا مثلا عند النقطة دي، يوروب عملت 62 سيل وجلوبال 256. ده حاجة يعني احنا مش عايزين الناس تبص في اتجاه او تفكر في اتجاه غلط، يعني ان هما الاتنين متقاربين مع بعض. طب نعمل ايه عشان المشكلة دي؟ بكل بساطة هتلاقوا هنا synchronize axis من هنا او من هنا، يعني من اي axis منهم synchronize axis، وهتلاقوا كده ان هو ساوى الاكسيس كلها ببعض. يوروب اهي هي برضو الجلوبال و700، الاتنين متوحدين على 700. طبعا دلوقتي بقى باين ان اليوروب اهي اللي هي باللون الازرق اقل بكتير طبعا من جلوبال، لان جلوبال هي المجموع. ممكن نحاول نخفي واحد من الاكسيس دي. ممكن نعمل كده كليك يمين عليها على الاكسيس ده نفسه، ونعمل اللي هي شو هيدر دي نشيلها خالص.
هيختفي خالص الاكسس اللي على اليمين، وساعتها بقى ممكن نغير الشكل بتاع الاكسس ده ونخليه بدل ما هو EU sales، نيجي هنا من عند ال EU sales دي نخليها sales بس، بحيث ان هي كأنها generalized يعني. وكده كده هنعرف يعني أنهي واحد هو مين من خلال الليجند اللي هنا ده. فبكده نقدر نقارن ما بين الجلوبال واليوروب سيلز. ممكن نخلي شكل واحد منهم مختلف عن التاني، يعني بدل ما يبقى كل الاتنين لاين ممكن نخلي واحد منهم يكون بار تشارت. فممكن نخلي اللي هو اليوروب ده بدل ما هو لاين ممكن نيجي هنا كده ونخليه بار، بحيث ان هو يظهر بهذا الشكل. او ممكن نخليه نرجعه تاني لاين. انا شايف ان هيبقى شكلها احسن شويه لو خلينا جلوبال هي اللي بار و اليوروب هي اللي مختلفه، اليوروب هي اللاين. وممكن نقلل السايز شويه بتاع البار تشارت، يعني حجم البار الواحد، يعني الخط الواحد. وانا شايف كده شكلها كويس جدا، بس ممكن نحاول نغير اللون. طيب ممكن نغير اللون ازاي؟ بان احنا بنيجي عند بار زي ما انتم شايفين كده، عايزين نغير لون البار ده نفسه. نيجي هنا عند color edit colors، احنا عايزين نغير اللون مثلا بتاع الجلوبال سيلز، نخليه لون مختلف شوية. دوس دبل كليك على جلوبال سيلز هنا، ممكن نختار اي لون، يعني ممكن نختار اللون الاصفر ده. هو طبعا مش هيبقى ملائم قوي، بس يعني ده انا بس هحاول اوريكم ازاي اللون بيتغير. واوكي، هيبقى بالشكل ده، بحيث ان كل واحدة تبان بشكل منفصل. ممكن نعمل تشارت تاني، طبعا نسمي ده قبل ما نتحرك. ممكن نسميه global versus EU sales. دي حاجة طبعا ليك انك تغير اللون الاسم بتاع كل شيت عشان خاطر بس تتبعه، يعني تقدر تتابعه بسهولة بعد كده. ممكن نقارن ما بين ايه تاني في الحاجات اللي ممكن نقارن ما بينها. ممكن نخلي كل بلاتفورم بشكل لوحده. ممكن نقارن في الشيت ده ما بين الأربعة كونسولز أو الأربعة بلاتفورمز الأساسيين اللي بيستخدموا الجيمرز يعني على طول. فممكن نستخدم هنا البلاتفورم في الكولومز برضو، وناخد معاها برضو الجلوبال سيلز. هيظهر لنا كل البلاتفورمز اللي موجودة معانا في الداتا سيت، بس احنا عايزين نبص على البي سي والبي اس 4 والاكس بوكس 1 والوي يو، اللي هما الاربعه يعني يعتبر المنتشرين دلوقتي. وطبعا بي اس 5 نزل بس مش موجود في الداتا سيت دي، لسه ما دخلش في يعني ما بيتعدش في الداتا سيت. فهنفلتر ما بين البلاتفورمز المختلفه، وزي ما شايفين في صفحه الفلترز ممكن نختار كله او خليهم نون. نختار اكس بوكس 1، الوي يو، البي سي والبي اس 4. اوكي، هيظهر البي سي والبي اس 4 والوي يو اكس بوكس 1. ممكن نعمل سورتنج للداتا بتاعتنا من خلال الزرار ده، احنا عايزينهم كلهم يبقوا مترتبين ورا بعض، او يبقى ascending يعني تنازلي او تصاعدي. ممكن نسيبها بالشكل ده. طبعا البي اس 4 هو اللي مسيطر طبعا باكتر عدد من السيلز. ممكن برضو نفلتر على حسب الجونرز المختلفة للألعاب ونختارهم كلهم. اوكي، لو هو الفلتر ما ظهرش ناحية اليمين هنا بحيث هنستخدمه في لوحة القيادة، ممكن نعمل كده شو فلتر، وبيظهر هنا في الاوبشنز، يعني بحيث لما تيجي تستخدمه في لوحة القيادة بيظهر برضو معاك الفلتر ده، وتبقى كأنها لوحة قيادة تفاعلية. يعني يقدر اليوزر يبص بس على حاجات معينة زي كده، مثلا يبص على الادفنشر والفايتنج مثلا، يقدر يشوف حاجات معينة بس من الداتا. يعني خليني اقول دلوقتي لغاية ما نشوف بس هنعمل لوحة القيادة ازاي. هنعمل لوحة قيادة سريعة جدا الفيديو ده، وان شاء الله هيبقى ليها برضو فيديو منفصل ازاي نعمل لوحات القيادة بكل التفاصيل بتاعتها يعني. وفي حاجة برضو حابب اوريها هنا اللي هي swap rows and columns، ده بيبدل ما بين الأعمدة والصفوف، وبيعكس الشكل بتاع يعمل ترانسبوز للداتا سيت يعني.
هنا في زرار دوبليكيت شيت، ده بيكرر الشيت تاني، وهي برضو ممكن تتعمل ممكن نعمل طبعا اندو من هنا، ممكن تعمل من هنا برضو دوبليكيت. وزي ما قلت تابلو اي حاجه ممكن تعملها فيه ممكن تعملها اندو من خلال الزرار اللي هنا طبعا، وكنترول زد عادي. ممكن نظهر الكاردز اللي هنا دي، يعني الكولوم شيلف اللي هو ده ممكن مثلا نخفيه لسبب من الاسباب. مثلا احنا هنسيبه كل حاجه دلوقتي، بس الحاجات المختلفه دي ممكن نغير في الشكل بتاعها. ممكن نشيل الماركس دي ونرجعها تاني، مفيش مشكله برضو من خلال الاندو. طبعا اندو ما ظهرش هنا الماركس، بس يعني جت اهي. الكابشنز ممكن برضو في حاجه هنا اسمها كابشن، ده بيبقى كابشن بيظهروا كده تابلو، بيبقى اوتوماتيكلي جنريتد، يعني زي تعبير بسيط عن ايه اللي موجود يعني في الرسمه بتاعتنا دي. هو طبعا كاتب هنا مجموعه جلوبال سيلز لكل كونسول لوحده يعني. في حاجه تانية برضو اسمها summary برضو بيبقى مكتوب هنا حاجه بسيطه برضو ممكن نسيبها، يعني بتظهر في الداشبورد في الاخر برضو. بيبقى فيها زي حاجات ليها علاقة بالإحصاء، يعني المجموع المتوسط بتاعهم، أقل قيمة أعلى قيمة الميديان، الحاجات اللي شفناها في الفيديو بتاع الإحصاءات والقياسات. احنا خلاص عملنا التانية، مش مشكلة، اشتغلنا في الدوبليكيتد وان، بس مش مشكلة، نمسح الأساسية ونسمي دي نسميها sum of global sales لكل بلاتفورم. الداشبورد ممكن نعمل داشبورد بسرعة جدا في تابلو، بان احنا بنعمل كده، نخش على نيو داشبورد ونختار، بيظهر لنا كل الشيتس بتاعتنا. طبعا هنا نختار الشيتس اللي احنا عايزين نضيفها، وممكن نخلي السايز هنا اوتوماتيك بحيث ان هو بياخد الشاشة كلها يعني. ومجرد بس احنا بنشد كده الشيتس جنب بعض او تحت بعض مفيش مشكلة. ادي كده لوحة القيادة خلصت في اقل من 10 ثواني تقريبا. طبعا ممكن نعدل في كل رسمة منفصلة بان احنا نرجع للشيت بتاعها، بس كده كده هيبقى فيه فيديو منفصل للوحات القيادة يعني بالتفصيل ازاي نعملها. بس في حاجة مهمة جدا حابب اقولها في الفيديو ده، وهو ازاي نسيف او نحفظ الفولدر بتاعنا. ان انت مينفعش تسيف الفايل يعني على الكمبيوتر بتاعك مباشرة، الكلام ده موجود بس في ديسكتوب، تابلو ديسكتوب. لكن تابلو بابليك اللي هو يعتبر الفري فيرجن لازم تعمل حفظ على كلاود بلاتفورم اللي هو تابلو بابليك. فممكن نعمل سيف تابلو بابليك از، وهيطلب منك انك تعمل ساين ان في الاكونت بتاعك في تابلو بابليك. هتعمل ساين ان عادي جدا وتعمل سيف. وهقول لكم برضو ازاي تنزلوا فايل لوكال دلوقتي بعد ما بنعمل ساين ان في التابلو بابليك اكونت. بيظهر لنا الصفحه دي سيف ورك بوك تو تابلو بابليك. طبعا هو هنا بيعمل زي رساله ان طبعا الداتا بتاعتك، البيانات بتاعتك ما تكونش فيها اي معلومات خاصه او اي حاجه، لان المعلومات دي هتتنشر على الويب. فممكن نسمي ده فيديو جيم سيلز. هنشوف دلوقتي ازاي هيظهر الداتا، وهوريكم ازاي ننزل الداتا ونعملها هيدن لو انتوا مش عايزين تظهروا الداشبورد دي او لوحة القيادة دي على التابلو بابليك. طبعا هو هنا سيف الداشبورد ده الشكل بتاعها اللي هيظهر على الانترنت، يعني اي حد يخش على تابلو بابليك هيقدر يشوف يعني الشكل ده الشكل هيظهر على تابلو بابليك. طبعا هنا الفلترز موجودة وشغالة، عملنا كده هيظهر التفاعلية يعني بتاعة لوحة القيادة. ننزل ازاي الداشبورد بتاعتنا لللوكال فايل، يعني اللي ننزلها على الكمبيوتر بتاعنا من خلال الزرار هنا داونلود. وهتلاقوا اشكال مختلفة يعني او فورماتس مختلفة ممكن تحفظوا بيها الفايل بتاعكم. وهو طبعا اهم حاجة او يعني الاكثر شيوعا اللي هو الفورمات بتاع تابلو نفسه، تابلو ورك بوك.
ممكن سيفه current version. وطبعا في نسخ مختلفة من تابلو على حسب الفيرجن يعني ممكن تنزله، بس احنا هنختار احدث حاجة اللي هو current. لو انتوا مش عايزين حد يشوف الداشبورد بتاعتكم دي يعني في الوقت الحالي، ممكن تلاقوا هنا في السيتنجز دي هتلاقوا show viz on profile كده. خلاص هتبقى hidden يعني على البروفايل بتاعكم، مش هتظهر الداشبورد دي على البروفايل، او مش هتظهر في تابلو بابليك. يعني هي دي الطريقة اللي بنتجنب بيها ان حد يشوف الداتا بتاعتنا على تابلو بابليك. بس متشكر جدا لحسن استماعكم في الفيديو ده، وان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتوا يعني من الفيديو. متشكر جدا والسلام عليكم.